عربيتك سكودا ولا فولكس ولا اي نيله من النوعيه دي، جابت معاك في فيس ماشي بسبب واحد محترم يكون معاك في الشغل يقول لك زي الفابيا، هيقابلك واحد محترم زي كده يزق معاك، كله تسلم تسلم يا اخويا والله. تيجي تشيل ده من هنا، تشيل ده من هنا عشان العصايه دي تتحرك معاك، هتشيل ده من هنا او تضغطه حسب كل عربيه وطريقتها. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه تخلي بالك من ابو عين اللي معاك ده، ماشي؟ شافنا انا والعربيه قال لي ايه زيها زي الفابيا، هي الفابيا. هنا خدنا احنا والفابيا. المشكله دي مش بتاعتي، دي مش بتاعتي يعني، دي بتاعت اختي الحمد لله. الحاجه الثانيه تيجي بقى هنا، في حاجه هنا اسمها تيش غيارات. تيش غيارات اهو، ده ماشي اهو، ده اهو ماشي، ده بيتفك. فانت الاسهل لك انك تعمل الموضوع ده عشان موضوع تيش الغيارات ده مش سهل. العربيه انا جاي بيها من مدينه نصر لحد هنا لجيف تيتو، وقفت بتاع 4-5 مرات. ربنا يرحمنا والله يا جماعه، ربنا يرحمنا يا جماعه، اقسم بالله الواحد بيعاني. يعني انا عندي دلوقتي 29 سنه، طول حياتي كلها اللي ربنا كرمني بيه والحمد لله انا راضي بيه حته عربيه صغيره. الناس بقى تيجي تبص للواحد في الحاجه اللي زي دي، طب ليه يا جماعه؟ ليه يا عم؟ ما تشقى يا عم، يا عم انت اشقى، انت اخترت تعيش حياتك مع اولاد وعيله وبتاع وتبني ده. انا اخترت اجيب حاجه انا نفسي فيها، ما رحتش للشقه، رحت الحاجه اللي نفسي فيها. انت تبص لي فيها ليه يا عم؟ انت تبص لي ليه فيها؟ ليه؟ اتقي ربنا، الحسد مذكور في القران يا جدعان. الواحد بيعمل اللي عليه والحمد لله بيحصل نفسه. ربنا يسترها علينا وعليكم كلكم، وربنا يهدي الناس كلها ويهديني اول واحد قبل اي حد طبعا. ان الواحد طبعا ما بيقولش على نفسه ان هو يعني ايه، هو الحسد ده الواحد ممكن يحسد نفسه، فالواحد ما عليه غير ان هو يقول بسم الله ما شاء الله او الله اكبر، اذكر ربنا، وربنا يسترها علينا وعليكم جميعا يا رب.